هل فعلا الوقت اللي انا باخد فيه الفيتامينات مهم عشان الفيتامينات تجيب معايا نتيجه وتمتص افضل؟ الاجابه طبعا مهم قوي. عشان الفيتامينات تجيب نتيجه لازم تاخدها في الوقت الصح ليها. مهم جدا جدا انك تبعدها عن الادويه اللي ممكن تقلل من فعاليتها وانت مش واخد بالك. اعمل سيف للفيديو ده لاني متاكده انك هترجع له. هقول لك فيه مواعيد كل الفيتامينات اللي هتحتاجها. والفيتامينات نوعين: فات سولوبل فيتامينز او الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، ووتر سولوبل فيتامينز اللي هي الفيتامينات اللي بتدوب في الميه. ونبدا بقى باول مجموعه اللي هي فات سولوبل فيتامينز، وهي مجمعه في كلمه اكيد: فيتامين A، فيتامين K، فيتامين E، فيتامين D. والفيتامينز دي عشان تمتص ومفعولها يبقى افضل مهم جدا ان احنا ناخدها بعد وجبه بتحتوي على دهون. وخد بالك الدهون دي مش لازم تكون سمنه وزيت، اي دهون صحيه هي وسط كويس جدا ان هي تدوب فيها الفيتامينات دي. عشان كده دايما بنأكد ان فيتامين دي مهم عشان يمتص انك تاخده بعد وجبه يكون فيها دهون صحيه، تاخده الصبح مش بالليل، لان بعض الناس لما بتاخده بالليل بتعاني من اضطرابات في النوم وممكن يأثر على جوده نومها. واللي زيهم بقى الاوميجا 3، واللي يفضل ان احنا ناخدها اثناء الوجبه او بعدها. نيجي بعد كده بقى لفيتامينات الووتر سولوبل فيتامينز، ودي فيتامينات بتدوب في الميه. امثلتها زي فيتامين بي، واللي ضروري ان احنا ناخده مع كوبايه ميه، وضروري جدا ان احنا ناخده الصبح مش بالليل عشان نتجنب اي ارق او اضطرابات في النوم، وده عشان هو بيزود الطاقه والنشاط. كمان فيتامين سي اللي بناخده مع كوبايه ميه ومش بيفرق قوي ان احنا ناخده امتى. نروح بقى للمعادن ونبتدي بالحديد. الحديد يفضل ان احنا ناخده على معده فاضيه، ولكن عشان بعض الناس بيسبب لها الام في المعده او امساك ممكن ان احنا ناخده بعد الوجبه بساعه او ساعتين. ويا سلام بقى لو خدنا معاها عصير برتقان او عصير ليمون، وده عشان فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد اللي محتاج وسط حمضي عشان يمتص افضل. وخد بالك ان عدو الحديد الكالسيوم، مهم جدا لو بتاخد الحديد تبعد عن اي ادويه او اطعمه بتحتوي على كالسيوم، وده عشان الكالسيوم بيقلل من امتصاص الحديد سواء فيتامينات سواء منتجات البان وكمان ادويه الحموضه. وفي فيديو اتكلمت عن الحديد باستفاضه هسيبه لكم في اول كومنت. مهم كمان لو بتاخد حديد تبعد عن القهوه والنسكافيه والشاي. نروح بقى للكالسيوم. الكالسيوم بقى هنا عكس الحديد. الكالسيوم مهم انك تاخده بعد الوجبه. الاكل بيزود امتصاصه وبيزود مفعوله. والزنك مهم جدا جدا ان احنا ناخده على معده فاضيه، فناخده على الريق او ناخده بعد الوجبه بساعتين. نيجي بقى للمغنيسيوم او المغنيسيوم، وده على حسب ما انا هاخده ليه. لو هاخده عشان الامساك او اضطرابات المعده مهم ان انا اخده الصبح مع الوجبات. ولو هاخده عشان احسن من جوده نومي اخده قبل النوم. لو هتاخد مالتي فيتامينز ممكن تاخدها بعد وجبه الفطار. هل نقص فيتامينات معينه ممكن يسبب لنا اعراض شبيهه بالاكتئاب او فقدان الشغف او الخمول والارهاق العام؟ هجاوب بقى السؤال ده الفيديو اللي جاي ان شاء الله. لو نسيت اي فيتامين اتكلم عنه في الفيديو ده يا ريت تفكروني في الكومنتس، لايك وشير عشان تفيد غيرك، وما تنساش الفولو عشان يوصلك كل جديد. ودمتم في احسن حال وصحه وراحه بال. كنت معاكم دكتور ياسمين سعيد، صيدلي كلينيكال.